وتعالوا كده انا رجعت لكم بالكيكه الترند، كيكه الافاتار او كيكه الجيلي. شايفين شكلها عامل ازاي وجميل ازاي، وبجد طعمها برضو رهيب جدا. ويعني كيكه بجد جميله جدا، عجبتني جدا وسهله خالص ومناسبه جدا للصيف. وتكاليفتها بسيطة خالص، هنعملها مع بعض وهنشوفها دلوقتي، وهتبقى ان شاء الله الكيكة المعتمدة عندكم. اول حاجة احب اصلي على النبي واشكر الخمسة ستة اللي بيتابعوني وبيشجعوني. وطبعا انا كنت بقالي فترة غايبة لاني كنت تعبانة. انا هنا معايا جيلي، معايا انواع جيلي، معايا جيلي تفاح اخضر، جيلي بطيخ، جيلي فراولة، جيلي مانجا. هعمل الجيلي ده وهنعمله مع بعض. بفضي كيس الجيلي وبحط عليه كوباية مية سخنة وكوباية مية باردة واقلبه. وبنفس الطريقة هعمل البكوات بتاعة الجيلي. طبعا انا عاوزة جيلي متعدد الالوان، يعني انا الوصفة دي محتاجة كذا نوع جيلي، او ممكن نعمل نوع واحد ونجيب لون طعام ونشكل بلون الطعام، لون طعام امن يعني، ونشكل بيه. ده كده الجيلي برضو التفاح الاخضر، برضو نفس الموضوع، كوباية مية باردة على كوباية مية سخنة واقلب. انا خلصت كده الجيلي، حطيته في قوالب اهو. هحطه بقى في التلاجة يسقع واسيبه بقى يسقع خالص، ونعمل الجزء التاني بقى من الوصفة، ان احنا هنحط كوبايتين لبن على نار، ونضيف ليهم وطبعا السكر. والسكر ده حسب الرغبة، حسب ما انت بتحبي الحاجة مسكرة، عايزة تستكفي بالسكر الموجود في الجيلي. انا حطيت معلقتين سكر، وهحط معلقتين جيلاتين، واسيبهم بقى هنا اقلبها واسيبها على النار لغايه ما اللبن يغلي، واطفي عليه واسيبه يبرد. انا عايزه اللبن يبرد علشان خاطر اللبن ده هحطه على الجيلي، فما لو سخن هيسيح الجيلي. انا طلعت الجيلي خلاص جمد، بقطعه بالمنظر ده عشان اعمله مكعبات صغيره. الكيكه دي طالعه ترند وكله بيعملها، والحقيقه ان هي اصلا وصفه مش يعني وصفه اجنبيه، وبصراحة كله معجب بيها. وكمان ممكن تضيفي انواع فاكهة انت بتحبيها مع الوصفة دي، يعني اي نوع فاكهة، ممكن فراولة، اي قطع فاكهة عندك ممكن تضيفيها كمان معاها، برضو بيدي طعم جميل. كلها كده بقطعها مكعبات. بقيت افرغ المكعبات، وجبت قالب دهنته زيت وانزل بالجيلي زي ما احنا شايفين كده. لما قطعناه سهلنا ان احنا نقدر ننزله مكعبات، ونقلبه في بعضه بقى، لان انا عايزاه يبقى مشكل، الوان مشكله. انا كنت عملت كذا نوع، بس انا حسيت ان يعني ايه، ان دول الثلاث الوان اللي انا محتاجاهم يعني، او يعني 3 الوان حلوين، الاخضر مع الاصفر مع الاحمر، عمل ماتشنج حلو، فاستكفيت بيهم يعني. طبعا اللبن بتاعي بقى كان خلاص برد، هنزل بيه زي ما احنا شايفين كده، وهرجع احطه في التلاجة ساعتين لغاية ما يجمد يعني. خلاص كده ادخله التلاجة. كده كان شكله بعد ما جمد وطلع من التلاجة. عايزة انزله بقى في طبق، فبقيت اجيب الاسباتيلا وافرغ ما بين القارب والكيكة علشان ما اجي انزله ينزل بسهولة.
انا خلاص قلبته، كان شكله بالمنظر ده زي ما احنا شايفينه كده. كان شكلها حلو. ابتدي بقى اقطع منها. عايزه اوريكم الشكل الداخلي بتاعها، كان شكلها جميل جدا. شايفين المنظر من جوه؟ كان منظرها جميل، وطبعا كان الولاد ملهوفين ان هم ياكلوا منها، وبصراحه عجبت الكل. لو الفيديو عجبكم ما اعملوا لي لايك.